السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه ما زرعتش ولسه في بداية الطريق، وعشان أنا ناوي أزرع زيتون بدأت أسأل وأتعلم. دورت على حد فاهم، قابلت راجل من أهل وادي سعال خبرة بالزيتون سبقتني بسنين. أول ما وصلت له في أرض وادي سعال الراجل قام من مكانه سلم عليا وقال: أهلا وسهلا. واضح إن فلاحين الجمهورية الجديدة بدأوا يسيبوا الكيبورد ويمسكوا الفاس. تعالى يا ابني نقعد تحت ظل الشجرة دي. الشجرة دي عمرها 70 سنة، أبويا زرعها يوم ما اتولدت، ولما كملت 10 سنين وصاني وقال لي: الشجرة دي من عمر حافظ عليها. ومن يوميها بقيت كل ما اسقيها أحس إني بسقي روحي. في اللحظة دي بصيت حواليا وحسيت إني قدام كنز. قال لي: يا ابني عايز تسألني عن إيه؟ قلت له: عايز أعرف إزاي أختار شتلة زيتون كويسة. ضحك وقال لي: أهو كده السؤال اللي يفرح. الناس كتير بتزرع بس قليل اللي بيقف عند أول خطوة صح. تعال نزرع في الأرض ونزرع في العقول. رفض إن أقول اسمه في الفيديو وقال لي: تخليد السعي أفضل من ذكر الاسم. الشجرة القوية يا ابني بتبدأ من الشتلة الصح. ناس كتير بتزرع زيتون بس قليل اللي بيقف عند أول خطوة صح. أنا لما بدأت رحلتي كنت فاكر إن أي شتلة تنفع، بس اتعلمت الدرس واتعلمته في الأرض. قال لي: أول حاجة لازم تحطها في دماغك قبل ما تدفع ولا جنيه، الشتلة دي عمرها قد إيه؟ أفضل عمر شتلة الزيتون اللي تشتريها يكون من سنة لسنة ونص، عشان جذرها بيكون قوي ولسه ما دخلتش في مرحلة إن الجذور تتكعبل وتتحبس جوه الكيس، وتكون متطعمة لو صنف أوروبي أو محسن. الشتلة الصغيرة ضعيفة ولسه مش مستعدة تواجه الشمس والرياح. الشتلة الكبيرة جذورها ممكن يكون متكعبل ومخنوق ومش هتديك إنتاج سليم. يعني لا تسترخص ولا تفرح بالحجم، المهم تكون في العمر المناسب. وشوف بعينك وافحص بإيدك. الشتلة الكويسة ما بتستخباش، لما تمسكها تحس إنها حية، تبصلها تبرقلك. الجذع واقف مش مكسور ولا مايل، الورق أخضر ما فيهوش اصفرار. الجذور لو فتحت الكيس مش سودة ولا معفنة. لو الورق نايم أو الجذر عامل ريحة اعرف إنك داخل على خسارة. بس خلي بالك، الورقة الخضراء علامة صح، لكن لو كانت خضرة مبالغ فيها أو لمعة غريبة احتمال تكون مرشوشة عشان المشتل يبيع. قلت له: طيب لو هزرع صنف مستورد زي البيكول أو الأربكوين؟ قال لي: لازم تكون متطعمة، مكان التطعيم يكون واضح نظيف، مش مورم ولا مفتوح، لأن الشجرة دي هتعيش معاك سنين، فلازم تتأسس على أصل سليم. ودي من كلام مركز بحوث الصحراء، وكل غلطة وقعت فيها بحكيها لك عشان ما تقعش فيها انت. أول شترة اشتريتها كانت رخيصة، وفرت وقتها 10 جنيه. اللي وفرته في السعر خسرته في الوقت والتعب. الزرعة ماتت والموسم راح. اشتريت من مشتل مش معروف وقال لي: دي شتلة بلدي ومضمونة. الزرعة ماتت بعد شهرين. بعدها خدت قرار ما اشتريش غير من مصدر موثوق، ولو أغلى شوية بس أضمن شجرة تعيش. ما تستعجلش الزرع، اختار الشتلة الصح وازرعها والباقي على الله. اسمع يا ابني، الشتلة مش بس ورقة خضرة وجذر سليم. لو هتزرع في تربة رملية ما تجيبش شتلة مزروعة في طين، والعكس كمان، لأن الجذور بتتعود على بيئتها، ولو غيرت لها التربة فجأة بتتعب وممكن تموت. وفعلا دي مش حكايات، دي توصيات علمية من مراكز بحوث وتجارب سنين على الأرض. وعايز أقول لك كلمة يا ابني، الزراعة زي السباحة، مهما قريت 1000 كتاب مش هتتعلم غير لما تنزل البركة، تشرب نصها وتغرق فيها وتطلع منها وانت فاهم الطين والمية بإيدك. سألته سؤال بسيط كده جاي من فضول مزارع. قلت له: ليه يا حاج ما زرعت الزيتون مكثف؟ ضحك وقال لي: حاضر يا ابني، أحكي لك عن جاري اللي زرع زيتون مكثف وشاف بعينه مميزات وعيوب الزراعة دي، وساعتها انت تختار تزرع تقليدي ولا مكثف. بس المغرب أذن. نكمل القصة دي في الحلقة الجاية إن شاء الله.
قناة خيرات وادي سعاد دي مش قناة، دي نخلة، من استظل بها ارتاح، ومن أكل من ثمارها شكر، ومن رماها بحجر ردت عليه بالرطب. مش عشان ضعيفة، لكن عشان كريمة، رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.